تخيل معايا تنوض في الصباح وتجيك فكرة في راسك وتطبق هذاك الساعات. أماندا اش كديري؟ نكذب عليك، هاد الليلة ما بغاش يديني الناس وطاحت عليا فكرة وقلت علاش ما ناخدوش إجازة. ياك دابا انت ساليتي خدمة اللي كانت عندك وانا عندي هاد 15 يوم خاوية، فهادي فرصة ليا وليك باش نرتاحوا من الضغوطات ونفوجوا شوية. حقا راني ريزيرفيت الدار قدام البحر وجد الدراري وخلط عليا الطوموبيل وما تقوليش لا باش ما طلعليش في راسي. سميتي أماندا واليوم غنوريكم لقطات من حياتي، بداية براجلي العزيز كلاي، الشخص الوحيد اللي قدرت نثيق فيه وقدرت ندير معاه 2 وليدات. الكبير فيهم سميتو أرسي، مربي مزيان ولكن كسول في قرايته، اما الصغيره الزوينه سميتها أنا وكتحماق على السيري ديال فران. ما بغاش تخدم الكونيكسيون. بابا واش بامكانك منين نرجعوا للمدينه تديني القهوه اللي تصور فيها المسلسل ديال فران؟ ان شاء الله تتكبري يا بنتي ونديك كاع لا بغيتي تصوري معاهم. وصلنا للدار اللي كرينا وصراحه كانت واعره، ما تصورناش انها تكون بهذا الحجم والجمال، وبطبيعه الحال راجلي عجباتو وقصدني شال البلاكار ديال الشراب كيف العاده. لسوء الحظ لقيناه مشدود، اما كنا باغيين نزاو هاد الليله ولكن ما كتبش. تحركت نتسارى في الدار ونكتشف البلايص باش نعقل عليها مزيان، لحقاش فريمون كانت كبيره، وموراها قصدت المول وشريت الاتاويش اللي غنحتاجها 3 ايام. وانا نكتشف ان السكان ديال هاد البلايص كيتقداو بزاف. ما عليناش، ما فيها باس شويش ديال التبرقيق. من بعد جات العشيه ومشينا للبحر ضربنا الشميشه، الدراري كانوا مشوقين يعوموا وانا كنت مشوقه لهاد المنظر. وفي واحد اللحظه بنتي شافت باطو من البعيد جاي لجيتنا، مدينا غايه وجلسنا كناكلو، ولكن مره كنضرب عليه كنلقاه بدا يقرب لعندنا. والوقيته اللي كان كل واحد شاد بلاصتو لاحظت بنتي مازال ساهيه في البحر. ضربت لجهته وانا نلقى الباطو قرب بزاف للشاطئ. نوضت راجلي يشوف هذا المنظر وفي البلاصه تحركنا من تما، واول مره غنشوف باطو بهذا الحجم قدامي. خرجنا من البحر وفي طريقنا سولنا الضابط على السبب، فقال باللي تقطع الاتصال على الباطو وكان هذا هو اقرب شاطئ ليه باش ما يتوهش. موراها تحركنا للدار واكتشفنا ان حتى الريزو ديال هذه المنطقه تقطع، بمعنى ما كاين لا ويفي ولا تلفازه. جا الليل ومع الملل بدينا نلعبوا انا وراجلي شويه، موراها سمعنا الدقان في الباب، حلينا وتفاجئنا بمرا وراجل كيبانوا باللي كوبل. سولناهم واش خاصكم شي مساعده، داو علينا سمحوا لينا ما بغيناش نقلقوكم وما عرفناش واش ندقوا في الباب الاماميه ولا الخلفيه، على اساس ان الخلفيه ديال الزاج وغادي تسمعوا الدقه اكثر وشي تفاصيل حتى بدينا كنشكوا فيهم واش كانوا كيجسوا علينا قبل. وفي واحد اللحظه غينطق الراجل بسميتي الكامله، وهنا بديت كنشوف فيه باستغراب كيفاش هذا قدر يعرف سميتي، حتى قال لي باللي هو مول الدار وهو اللي تواصل معايا باش كرالي. صراحه انا ما دخلتليش راسي وما ارتحيتش لهاد الجوج، كان عندهم بزاف ديال الحلول الاخرين من غير يرجعوا لهاد الدار. وكيفاش جاتهم الفكره يبعدوا على المجال الحضاري وفي هاد الظروف اللي مقطوعه الاتصالات اللاسلكيه. هنا كاين شي قالب، ولكن مع الاسف دغيا راجلي غادي يتقنع، واكثريه من بغاو يردوا لنا النص ديال الفلوس، واخا انا كنت رافضه تماما هادشي. وفي التالي ما لقينا حتى حل، لحقاش هادي دارهم على ما اظن، فقررت ندير منهم الحذر ونشوف هادشي فين غادي يخرج. ومع ذلك طرحت عليه بزاف ديال الاسئله باش نزيد نتاكد اكثر. وحنا كنهضروا الاخت اللي كانت معاه شعلت التلفازه وتبين في الاخبار باللي كيطلبوا الناس يخويو المدينه، والسبب هو انقطاع الكهرباء. من بعد كل واحد شد قنته وهما هبطوا للقبو اللي كان اصلا مفرش، وفي اللحظه اللي ما كناش منتبهين بانت في التلفازه باللي وقع هجوم، وما عرفناش شكون هو مول هذا الهجوم. جا لغد ليه ومباشره مني فقت هزيت التليفون وانا نشوف ميساج فيه خبر باللي تقطعت الكهرباء على شرق امريكا كامل، والسبب هما الهاكرز. فيقت راجلي ومني جيت نوريه الميساج طار. المشكله انه ما تيقش هذا الشيء، فاختار يمشي لاقرب مول يشري الجريده، وعلى الاقل الا لقى شي واحد يستفسر منه. اما بنتي بقوه الملل لقيتها خرجت كتمنظر في الحيوانات. جمعنا للمره الثانيه انا والضيوف، او بالاحرى موالين الدار، وقلت لهم تا هما على الميساج اللي جاني، فحسيت بالراجل بحال اللي عارف شي حاجه.
بالمناسبة سميتو داني والبنت اللي معاه سميتها روز. غنرجعوا مع راجلي اللي كان غادي للمول ولكن تلف على الطريق لحق الجي بي اس ما خداماش، وفي اللحظة اللي خرج من الطوموبيل باش يشوف واش يتذكر الطريق للمرة الثانية غادي يرجع السينيال، وفي الراديو غادي نسمعوا خبر كيقولوا فيه باللي الهجوم الإلكتروني سبب أزمة كبيرة في البيئة اللي خلاه يأثر على الهجرة ديال الحيوانات ونضت كارثة في الجنوب. بالنسبة لدان مشى يشوف جارو اللي بعيد عليه شوية باش يعرف منه شنو واقع. القدر ديالو كاملة مرولة بحال اللي داز عليها الطوفان. صدفة غادي يمشي مورا الباب باش يشوف على الأقل واش يقدر يلقى شي واحد، فإذا به كيلقى ساعة اليد مليوحة في الأرض. حنايا هزها لقى راسو هز يد، دور وجهو باش يتأكد حتى غيبان له الطروفات بنادم مشتتين، والسبب ديالو هو طيارة طاحت من السما. وهو باقي كيستوعب المنظر اللي شافو حتى غتبان له طيارة هابطة من السما جاية لجهته. من بعد غيرجع للدار وغيبدا يعاود لنا على الأحداث اللي شاف، وكيقول على حسب الخبرة ديالو باللي سقوط الطائرة كتعني أن الأقمار الاصطناعية ما بقاوش خدامين، وهذا الشيء يقدر يسبب كارثة بأضعاف. ومع هذه الجملة بدينا كنسمعوا الأصوات ديال التقنبيل، وأول حاجة فكرت فيها هي ولادي، وانا نايضه باش نقلب عليهم حتى سمعت الصوت من الشده ديالو كان غادي يطرطق لي الطبل دودني. استمر الصوت تقريبا 30 ثانيه وموراها تجمعنا مخلوعين وكنحاولوا نفهموا شنو واقع، حتى غيدخل راجلي فجاه وهو مرتبك وفي يديه ورقه على شكل اعلان اللي قال لك لقاها في الطريق. المشكله انها مكتوبه بالعربيه اللي عمرنا فهمناها، ولكن ولدي قدر يفرز الجمله قال لك باللي فايت شايفها في شي لعبه واللي كتعني موت لامريكا. صراحة حنا ما بقينا فاهمين والو، فقررنا أنا وراجعين نرجعوا للدار تحسبا لأي حاجة تقدر توقع، على الأقل نكونوا في البلاصة كنعرفوا فيها. وخا عيا داني يقنع فينا ولكن في التالي قررنا نرجع. وحنا راجعين في الطريق بدينا كنسمعوا صفارات الإنذار، ومباشرة شفنا قبالتنا لقينا بزاف ديال الطوموبيلات في الشانطة. خرجنا نتأكدوا واش كاين شي واحد، وانا نضرب على الطوموبيلات لقيتهم كاملين من نفس النوع ديال تسلا ومازالين بالبلاكة ديالهم جديدة، بمعنى مازالين ما مبيوعينش. ولكن كيفاش جاو لهنا؟ شويه وانا نتفكر باللي فيهم السوقان الذاتي. هزيت راسي لقيت طوموبيله من نفس النوع جايه لجهتنا، رجعت كنجري باش نحاول نسكيفيلا حتى لقيت بزاف ديال الطوموبيلات جايين موراها. بديت كنراوغ فيهم حتى دزت بيه سلام، وهنا عرفت باللي ما بقى رجعوا للمدينه. جا الليل وجلست انا وداني نتهاودوا على هادشي اللي وقع. بدات كتجرنا الهضره من موضوع لموضوع، وصراحه بدينا كنرتاحوا لبعضياتنا. وهنا بدا يقول لي واحد من الاسباب اللي خلاه يخاف من هذا الشيء اللي كيوقع. كيقول لك واحد النهار عرضت عليه شخصيه مهمه في البلاد، وكنظن انه كيلمح لشي رئيس سابق. من بعد ما جلسوا هو وياه يتهاودوا على امور الدنيا، قرروا يزهيوها بشي كويسات حتى لقاو راسهم شربوا 2 قراي. وفي هذه اللحظه الشخصيه بدات كتطلق معاه، والمفعول ديال الشراب خلاه يعاود له بزاف ديال الحاجات خربقوا له راسه. بداية باللي ارتاح له ما كراش يديه معاه لواحد الحفلة قريب يمشي ليها، وملي سولو معاه من وفين قال له باللي غادي نهربوا من الخطر مع الناس اللي غادي يدمروا العالم. وهذه 5 أيام اتصل به على ود شي خدمة طلبوا منها، فقال له نسى عليك، دابا راني غادي في رحلة، تهلا في راسك وقطع عليه. من بعد ما سمعت هذا الشيء صراحة انا شدتني الخلعة، وكنظن باللي جايه شي حاجة عالم بها غير الله. جا الصباح الثالث وحنا في هاد الدار، ولكن هاد المرة بدينا بالمشاكل. أول ما فقنا ضرب ولدي على سنانو لقاهم كيطيحوا بسهولة، أما بنتي اختفى ليها الأثر من بعد ما ناضت في الصباح وهزت البيكالا من الكراج. خرجت كنقلب أنا وروز على بنتي، أما راجلي وداني قصدوا الشخص ساكن قريب ليهم كيقولوا باللي طبيب، والغالب في الأمر أنه نفس الشخص اللي تلاقيته في المول كيشري بزاف د المؤونة. أول ما هضروا معاه قال لهم بعدوا على الباب، مورا خرج ببندقية وطلب منهم شنو بغاو. شرحوا له على الموقف اللي فيه وطلبوا منه الدواء، فالسيد رفض، والسبب أن هذه هي بداية الحرب العالمية، وأي حاجة عنده فخاصو يحافظ عليها وما يخسرهاش بسهولة. بداو كيقنعوا فيه بجميع الطرق لدرجة أنها كانت تشبك بيناتهم، ولكن في التالي قدر يحن قلبه من بعد ما شاف الحالة ديال ولدي. أما بالنسبة لي أنا وروز مازال ما لقينا بنتي، وصدفة غيخرجوا لينا مجموعة من الغزلان وداروا بينا وبداو مركزين معنا. أنا بقوة الخلعة بديت كنغوت مع حركة بيدي حتى خافوا وهربوا، ولكن حسيت بهم بحال اللي بغاو يوصلوا لينا شي ميساج. ودابا نسولك انت اللي كتفرج، ما حسيتيش باللي باغيين يوصلوا لك شي حاجة من هذا الفيلم؟ كاينين 3 المراحل اللي دزنا منهم في هذا الفيديو. المرحلة الأولى هي العزل،
باش يقدروا يضعفوا اي دوله خاص السكان ديالها ما يبقاوش يتواصلوا بيناتهم. هادشي يخليهم يتفرقوا وغيكونوا من السهل باش تقضي عليهم. المرحله الثانيه وهي الفوضى، غتخليهم يخافوا من بعضياتهم عن طريق اصوات ونشر اكاذيب، وهادشي غينوض الروينه وغيوصل لدرجه يقتلوا بعضياتهم بلا سبب. وإلا تحققوا هاد المراحل فالمرحله الثالثه غتجي بسهوله، وهي الحرب الاهليه، الدمار الشامل. هادشي كامل كان ما غاديش يوقع لولا ما تقطعتش الكهرباء، وهادشي يمكن يوقع في اي دوله. وجدوا راسكم للعذاب.